السلام عليكم. أنا معكم من جديد. جيت لكم بالغريبة ديال الكوكو السميدة اللي كل شيء كيحمق عليها وكل شيء كيبغيها وما كتخطانا حتى في شي مناسبة. المقادير ديالها بساط. عندنا 6 ديال البيضات، 2 كيسان ديال السكر، عندنا الكوك من النوع الممتاز، 2 ديال الفاني، 2 ديال الزيت، 3 الكيسان ديال السميدة تكون السميدة الرقيقة اللي كنستعملوا في الحرشة وفي البغرير، ماشي الفينو. وعندنا الخميرة ديال الحلويات، معلقة كبيرة ديال الزبدة، ومعلقة كبيرة ديال الكونفيتير ديال المشماش. عندنا الماء ديال الزهر، وعندنا هنايا السكر كلاصي، حتى هو خصو يكون من النوع الممتاز اللي ما تكونش فيه نشا باش تصدق الغريبه تجيكم تبارك الله مشقه، تجي هشيشه. اول حاجه كنبدا بها هي البيض. كندير 6 البيضات وكنبدا نضيف السكر تدريجيا، وانا غادا هكا بالخلاط الكهربائي اولا باليدوي اولا في الماكينه اللي كنطحنوا فيها العصير، يعني باي طريقه كتجي مزيانه. هي باليد كيخصك تخدميها بزاف باليد، ولكن هكا كتوفري الوقت والعذاب حتى هو، يعني كتسهلي على راسك. الصراحه تبعوا المقادير مضبوطه وغتنجح معاكم، يعني في اول مره غتصدق ليكم. المقادير كامله بالضبط غتلقاوها اسفل الفيديو ان شاء الله. صافي كنبقى نضيف، بعد ما ضفت السكر كنضيف الزيت تدريجيا بشويه بشويه صافي حتى كنحصل على هذا الخليط هذا. صافي وكنكمل بيديا. صراحه ما تبخلوش على راسكم، جربوا هاد الغريبه هذه بهاد الطريقه هكا، غادي يعني غتستمتعوا بداك المذاق ديالها الرائع، وغتشوفوها كيفاش غادا تجي في الاخر هبال، كتجي واعره غزاله غزاله غزاله. وقيلا شكرتها كاع انا بزاف فوق الجهد ولكن هكا كنبغي ملي كنشارك شي حاجه يعني نعطيها حقها من الشكر. والله بزاف ملي كتكون شي حاجه تقليديه وديال البلاد هادي راه خصك تكبري بها. صافي كنضيف المكونات الاخرى كلها بشويه بشويه، يعني كندير الكميات الكوك كامله، والسميده كنبقى نضيف بها تدريجيا. هي على حسب نوعيه كل سميده، كاينه اللي كتشرب في ساعه، كاينه اللي لا. المهم انايا 3 الكيسان ديال السميده عامرين، غنعطيكم بالغرام، نعطيكم العبار بالغرام. صافي هنا كنبدا ندهن يديا بالماء الزهر ونصايب كويرات اللحوم في السكر كلاصي، نفندها مزيان ونحط في الطاوه ديالي. صراحه كتبغي السكر كلاصي مزيان، ومن الاحسن اختاروا النوعيه اللي هي مزيانه باش تصدق معكم، ما تاخذوش اللي كيكون مخلط بالنشا. صافي كنورك على شويه من الفوق، كنكون انا مسخنه الفران وكنحطها في هكا قريبه، كتكون العافيه كتشوف فيها هكا من الفوق 150 درجه، كنشعل عليها الفوق حتى كتشقق، عاد كنشعل عليها لتحت. صافي وكنخليها طيب شويه دغيا، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت. ايوا يا لالا ويا سيدي بالصحه والراحه، هالغريبه ديالنا كتشاهي. كنتمنى يكون راقكم هذا الفيديو، كنتمنى تخليوا لنا تعليق يكون زوين، وما تحرموناش من الدعم ديالكم. واللي مازال ما اشتركش في القناه، مرحبا والف الف مرحبا يشترك في القناه ديالنا. خليتكم على خير، والسلام عليكم.